بغيت منك تسمعني مزيان. تأجيل أي حاجة باغي أنك تديرها في هذه الحياة أخطر من الفشل بنفسه. الصعيبة هو أنك ما حاولتيش ولو محاولة، أو أنك حاولتي وفي نهاية المطاف استسلمتي. الصعيبة هو أنك تنتظر ديك اللحظة المناسبة أو داك التوقيت المناسب باش أنك يتوفروا دوك الشروط باش أنك دير ديك الحاجة. وفي الوقيته اللي كاينين ناس اخرين بداو فشلوا، حاولوا ثم فشلوا، حاولوا ثم فشلوا، حاولوا ثم حاولوا حتى وصلوا لداكشي اللي باغين انهم يوصلوا له. حيت الصعيبه هو انك توقف، هذاك هو الفشل الحقيقي. شنو هي الحاجه اللي كتخلي ان ديك الحاجه انها تعيش؟ هو انك تستمر رغم ان بعد اوقات تيجيك الفشل. الصعيبه هو انك توقف، هذاك هو الفشل الحقيقي. السؤال اللي خاصك تطرحه على راسك هو امتى خاصني نبدا؟ وشنو هما دوك الحوايج اللي غادي تندم عليهم الا ما درتيهمش دابا؟ وشنو هما دوك الافكار اللي ديما كيجيوك بالتكرار ولحد الان باقي كيجيوك وباقي ما درتيهمش؟ خاصك دير ديك الحاجه اللي ناوي انك دير. ما تفكرش في النتائج ديالها، فكر في انك كيفاش انني خاصني نبدا هذه الحاجه هذه، لان ديك البدايه هي اللي كتكون صعيبه وهي اللي كتهرس الخوف. ودير في راسك بان الفشل هو واحد البروسيس للنجاح، وما يمكنش انك ما تدوش من الفشل باش انك توصل داكشي اللي باغي انك توصل له. ضروري انك تدوز من الفشل في اي حاجه. امبوسيبل زعما تكون عندك ديك الاستمراريه وما يجيوكش شي اوقات ديال الفشل. امبوسيبل، هذه ما كايناش. وفكر في ديك الحاجه اللي غادي دير هو انك تنضبط عليها وتستمر عليها، رغم انك غادي يجيوك شي اوقات ديال الفشل وغادي يجيوك الاوقات اللي ما قادرش انك تستمر، ولكن مع ذلك خاصك تستمر. وراه النتائج ديال التعب ديالك راه تيجيو من بعد بلا ما تشعر.